أنا مش هقول ده رواية البخاري، هقول القرطبي قال إيه. القرطبي في شرح نقلا عن ابن حجر العسقلاني في شرح البخاري قال كده إيه: حمل عائشة على هذا التقبيح الغيرة، يعني إعلان رسمي إنه سماه هذا تقبيح. طبعا نحن لا نقبل أي تجاوز بطريقة ياسر الحبيب، وقلة الأدب في أزواج النبي مرفوضة شكلا ومضمونا، لكن النقد العلمي المهذب أهلا به. يعني لا نكون مع الذين يسيئون ويعملوا مؤتمرات عشان يدخلوا عائشة النار، ولا في نفس الوقت ان احنا نقول السيدة عائشة النبي قال خذوا شطر دينكم من هذه الحميراء، لان هنا يبقى عيب. النبي ما قالش هذا الكلام والحديث ضعيف عند أهل السنة، ما يصحش الكلام ده يتقال بأي حال من الأحوال. هل نقبل من السيدة عائشة مذهبها في أنها تقول أن المرأة من حقها أن ترضع الكبير؟ إرضاع الكبير دي فضيحة للإسلام. تقول كل واحدة قاعدة مع واحد في المكتب تقول عشان يقعدوا مع بعض تقوم الست تطلع له ثديها ويرضع منها الكبير. فصلوا الراجل من الأزهر بسبب هذا الكلام، عشان السيدة عائشة تخالف كل زوجات النبي وكل المذهب. بنقول المسألة دي السيدة عائشة ليست معصومة. السيدة عائشة لما تخطئ في النبي نقول أخطأت في رسول الله. وأنا هقول لكم اهو تحذير اهو، وأنا في نهاية كلمتي للتاريخ، إن أي شخص يسمع إساءة لرسول الله فلا يتحرك دمه ولا يتحرك قلبه لا بد أن تشك في إيمانه. هذه مسألة فيها فصل بين الإيمان والضلال. لا أقول الإيمان والكفر، إنما أقول الإيمان والضلال. النبي اللي لما ترفع صوتك قدامه وتتجاوز بطريقة لهجة غير مهذبة يكفي أن يكون عملك الحسن كله محبطا. تخيل بقى لما تيجي تسأل شخص وتقول له إن رسول الله قبل وفاته ب3 أيام يقول ائتوني بقرطاس وإداوة أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعدي أبدا، فيقول عمر كما روى البخاري ومسلم وغيرهما وثبت إجماعا أن عمر قال: ما باله يهجر غلبه الوجع أيهجر. كل ما هذا كل رواية لسان عمر يقول رسول الله بدأ يخرف، رسول الله فقد عقله، رسول الله لم يعد يركز. إذا وجدت شخصا تقدم له هذا الحدث فيقول لك من المحتمل أن رسول الله المعصوم الذي إن هو إلا وحي يوحى، الذي هو ما خلق الله السماوات والأرض إلا جعل النموذج الأمثل لعبادة الرحمن هو محمد صلى الله عليه وآله وسلم. إذا سمعت أن شخصا يقول لك دفاعا عن عمر إذ أساء لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم، عالما كان أو جاهلا فقيها أو غير فقيه، فاعلم أنه عمله محبط وأن علاقته بالإسلام منتهية، لأنه قدم عمر بن الخطاب على المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم. إنني أقول لإخواني من موقعي هذا إنني أحذركم من الإصرار عن الدفاع عن عمر بن الخطاب في مقابل محمد صلى الله عليه وآله وسلم التي لا وجود لنا، فنحن أسراء فضل رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ولتسقط جميع أمة محمد وليرتفع شأن رسول الله أمام كل كائن من يكون، فهو الذي سبب وجودنا مسلمين، الذي رفع الله ذكره. بسم الله الرحمن الرحيم.
الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. وإن رفعتنا لشأن المصطفى أن نسقط كل صنم أراد أن يسقط من هيبة رسول الله. هذا هو احتفالنا، فلنعد جميعا إلى المصطفى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.